السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. حلقة اليوم فيما يخص قص المنقار الطويل للطيور. اليوم طبعا راح نقص منقار طائر الباجي، طائر الحب، لأنه المنقار عنده طويل زيادة فيعيق عليه أكل الطعام. فبنفرجيكم الطريقة المثلى إن شاء الله في قص المنقار. بسم الله. شوفوا سبحان الله اخواني، ما اطول المنقار. اكيد هذا راح يعيق الحركة في الطعام، فصعب انه ياكل الطائر هذا. فاحنا راح نقص المنقار. طبعا مش راح نحتاج الا قصافة او مقص خاص لقص المنقار والاظافر للطيور والقطط. المقص طبعا اخواني خاص بهاي المهمة. هاي شايفين، يصلح لقص المنقار ويصلح لقص الأظافر. طبعا إخواني نبدأ في قص المنقار طبعا على مراحل، مع العلم إنه أهم شيء ننتبه على منطقة الشريان الموجود في المنقار، إنه ما نوصل له حتى لا يحصل نزف. بسم الله، نبدأ في القص. في مشكلة في الزوم. إن شاء الله زوى. بسم الله. هاي قطعنا جزء على مراحل إخواني. أهم شيء ما نوصلش للمنطقة اللي فيها الشريان. هيك إخواني إحنا تقريبا خففنا كثير من المنقار، بس طبعا لسه يفضل برد المنقار. طبعا بعد القص راح نقص كمان شوية. هيك تقريبا إخواني مش الحال. هيك ما شاء الله انتهت المهمة. طبعا للأسف يعني احنا عملنا الفيديو والمقطع هذا في مشكلة في الزوم أو الفوكس بفوكس، بس هيك احنا انتهت المهمة تقريبا. مش عارف شو السبب ليش ما بيعطي. ايوه هاي اخواني شايفين صار منقار طبيعي. واذا في مبرد اظافر يفضل كمان تبرده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مقطع آخر.